5 وظائف ل5 مواد فعالة جوه الروزماري لو استخدمناه على البشرة. المعروف عنه انه للصلع لو استخدمناه في الشعر، لانه بيشتغل على هرمون DHT اللي هو المسبب للصلع الوراثي، لانه مستخلص الروزماري او الروزماري بيوقف تحويلة الهرمون اللي بتمسك في الشعر عشان يقع. بس لو استخدمناه على البشرة بيعمل ايه؟ بيعمل 5 حاجات. اول حاجة انه بيوقف العجز او بيوقف حاجة اسمها الفوتو ايجينج اللي هو العجز المسبب ليه الشمس. تاني حاجة للناس اللي بشرتها جافة لانه بيحسن الجفاف وتهيج الجلد. تالت حاجة مضاد للالتهاب فبيقلل الارتشاح والتورم. رابع حاجة بيمنع الضرر الناتج عن الالترا فايوليت ريز اللي هي بتيجي من الشمس، يعني سان سكرين طبيعي. خامس حاجة بيقلل التجاعيد والبقع التصبغية بتاعة الجلد عن طريق انه بيرجع خلايا الكولاجين لشكلها الطبيعي. تعالوا اقول لكم ازاي نعمل مستخلص الروزماري، لان الروزماري بتاع الشعر مختلف عن مستخلص الروزماري بتاع البشر. هنجيب معلقتين روزماري كبار، معلقة اكل كبيرة، هنجيب 2 ونحطهم في برطمان ونحط عليهم 6 معالق زيت أرجان وبنسيبهم لمدة أسبوع. وقبل ما بنستخدمه بنحاول نرجه، وبعد كده بصباعنا بنحط في الزيت وبنبتدي نوزع على البشرة ونوصلهم ببعض ونسيبهم على البشرة، ونستخدم الموضوع ده كل يوم قبل النوم بساعة علشان ما يتمسحش. ده معناه ان ب4 معالق روزماري هنعمل بخاخة للشعر ونعمل مستخلص روزماري للتجاعيد، فكده يبقى احنا عالجنا حاجتين بحاجة واحدة.